5 أسباب تخلينا نزيد في الوزن، الأكل مش واحد فيهم. تفتكر إن الأكل بتاعنا دايما هو السبب الرئيسي في زيادة الوزن؟ طيب ركز معايا كده، عشان النهارده هقولك على 5 أسباب يخلونا نزيد في الوزن، الأكل مش واحد فيهم. السلام عليكم، معكم دكتورة منال جلال، استشاري التغذية العلاجية. النهارده هنتكلم على الأسباب الرئيسية أو العوامل الرئيسية اللي مؤثرة على الوزن بتاعنا، اللي بتخلينا نزيد في الوزن وملهاش علاقة بالأكل. أول عامل وهو عامل النفسي، زي التوتر، الاكتئاب، الأكل العاطفي، كل دي أسباب تحت بند العامل النفسي أو الأسباب النفسية. الأسباب الهرمونية زي مشاكل في الغدة الدرقية، زي مقاومة أنسولين، زي تكيس المبايض، أسباب كتيرة ممكن تسبب لي زيادة في الوزن حتى لو أنا أكلي طبيعي. السبب العضوي أو الصحي، ده أدوية باخدها لعلاج أمراض عضوية معينة، ولكن بيبقى من ضمن أعراضها الجانبية إن أنا بزيد في الوزن ومبيبقاش عندي فكرة إن ده عرض جانبي. بعد كده سلوكي ده زي النوم متاخر، ان خمول في العادات اليوميه بتاعتي، ان انا عندي اليوم بتاعي عاداته الغذائيه غير سليمه، بنام وقت متاخر، دي كلها عادات سلوكيه ممكن تبقى بتزودني في الوزن وانا اكلي باكل بشكل طبيعي. واخيرا جزء المعرفي، وده مرتبط بالعادات المغلوطه عن التغذيه او عن جسمنا، وبالتالي عندي معلومات غلط فانا بتبعها وبتسبب لي زياده في الوزن بدون ما اكون عارف، والاكل ما هوش سبب منهم. الفيديو ده هو أول فيديو في سلسلة أسباب تزود في الوزن ملهاش علاقة بالأكل، وإن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هنمسك كل عامل من دول بالتفصيل، نتكلم عن المشاكل اللي بتحصل، أقدر أميزها إزاي وأعرف هل هي لها علاقة بالأكل ولا هي فعلا تندرج تحت البند النفسي أو الهرموني أو غيره، وإزاي أعالجها. كل واحد فيهم هيبقى ليه فيديو مستقل، فاستأذنكم تتابعونا عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو حاسس إن عندك أي مشكلة من دول مأثرة على وزنك، اكتب لنا في الكومنتات أو ابعت لي على الرسائل عشان نناقشها ونناقش لها الحل في الفيديو الجاي إن شاء الله. أتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، أشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.